بيبدأ الفيلم مع ريك وديفيز لما بيكونوا في مصدر رصد جودرد وبيكونوا بيجهزوا علشان يمشوا، بس بيجي لهم إشارة بظهور جسم غريب، ظل ظهر قدام القمر وما بيكونش ظل الأرض، وفجأة بتيجي إشارة بحاجة اخترقت الغلاف الجوي، وبنلاقي شظايا بتنزل على الأرض بتدمر المبنى. بنعرف إن جميع المباني على بعد 6 أميال اتضررت، وفجأة بتظهر شظايا كتير بتنزل على الأرض، وبيعرفوا كتلة النيزك اللي بتعادل حجم جبل إيفرست 3 مرات، وتوقع اصطدامه بالأرض بعد 7 أيام. فبيقول ديفيز هتصل بالجنرال فارس وهقول له الأخبار، وبيقول الدكتور ريك إن سرعتها بتعادل سرعة ظهور الشمس، وإنهم ما لاحظوش وجوده غير متأخر. فبيتعين ديفيز الرئيس على كل اللي هيحصل. بيوصل ديفيز وريك لفارس اللي بيقول لهم كل الدول وافقت على تطبيق بروتوكول يوم القيامة، وهنطلق النار خلال دقيقتين لحد ما بتنتهي الدقيقتين. وبنشوف ليزر كتير بيخرج من الأرض في اتجاه النيزك، وبيقول ريك مطلوب تحريكه عن مساره 19 درجة، وبكده هيتخطى الأرض بنسبة 98%. لكن بتفشل الضربة، وده بسبب النيزك اللي بيتكون من 98% حديد، وإن الليزر خدش السطح الخارجي فقط. فديفيز بيقول للجنرال احنا لازم نطلع للنيزك ونحط أجهزة تحركه عن مساره. فبيوافق الجنرال وبيطلب يجمعوا الفريق بكرة، لحد ما بيجي تاني يوم وديفيز بيجمع الفريق المكون من ميلز وويليامز وتونر وستايلز اللي بتكون عنصر الخبرة، والملاح صاحب الحسابات ومعرف الطريق. وبيعين ديفيز ميلز مساعد. الشظايا بدأت تنزل في كل مكان، فبيقول ديفيز الخطة وهي زراعة 5 صواريخ على النيزك وبعدين يفجروهم، وبكده النيزك هيغير مساره. بيجهزوا علشان ينطلقوا، خصوصا وان النيزك بيتحرك بسرعة رهيبة، والشظايا اللي هتنزل هتكون مدمرة، بس بتكون المركبة بتاعتهم محتاجة صيانة. فبيقول ديفيز الروبوت هيصلحها واحنا في الجو. بيطلعوا اخيرا بالمركبة، بس بيحصل اصطدام من جسم صغير بيعمل ضرر، لكنهم بيقدروا يسيطروا وبيخلي الروبوت يصلحها. بس بيعرف ديفيز ان الاصطدام وقع روبوت، وقدامهم وقت قليل ويدخلوا للنيزك، ومش هيلحق الموجود يصلح الضرر، غير ان درجة حرارة النيزك عالية جدا وممكن تكبر الضرر. بس الملاح بيعرض عليهم حل، لكن بتجيلهم ضربة تانية بتخرجهم عن المسار كتير. وكمان بتوصل اخبار بان روسيا هتضرب صواريخ خلال ساعات، ولازم يخلصوا قبل ما تتضرب الصواريخ. في الوقت ده بتقرر تونر انها تخرج وتلحم الضرر اللي وقع، فبيقول لها ديفيز اخرجي الحمي الضرر وارجعي تاني، مش لازم تاخدي لفة في الفضاء. بتخرج تونر على المركب وبتبدا تلحم القطعة. في الوقت ده بيجيلهم تحذير من الحرارة المفرطة، فبيقولوا لازم تونر تدخل حالا وما ينفعش يغيروا مسارهم لان ممكن ينفجروا. بس بنعرف ان قطعة اللحام وقعت منها، والبدلة بتبدا تتحرق وبتكون ما عرفتش تلحم، وبتموت تونر بس بدلتها بتلحم القطعة. خلاص بيوصلوا للنيزك وبيبداوا يهبطوا. في الوقت ده بيظهر ميلز وهو بيتألم. بيقرروا ينزلوا ويسحبوا الصواريخ لمكان الانفجار، وميلز يصلح المركبة اللي بيكون اتضرر من الهبوط. اما الملاح فبيقول تقريبا هنوصل خلال 3 ساعات لو ما حصلش اي مشكلة في الطريق، والاكسجين بيكون محدود معاهم. فبيظهر قدامهم منحدر كبير، وبيكون ديفيز خايف على الصواريخ اللي معاه لحد ما بيوصلوا للاخر وبتتعلق العربية، وديفيز بيقدر يعدي المنحدر لحد ما بيوصل لطريق مسدود. في الوقت ده بتوصل الصواريخ الروسية اللي اتضربت، وبتضطر المجموعة تتفرق، والملاح وستايلز بيستخبوا في كهف اللي بيقفل عليهم. وميلز بتظهر اصابته وهي نزيف داخلي، لكنه بيحاول يعالج نفسه، وبنعرف ان الوقود في المركبة بيتسرب، فبيقول هحاول اصلحها. اما ديفيز بيقرر يخرج الملاح وستايلز من الكهف، فبيتجمعوا تاني في العربية وبيكملوا طريقهم، وبياخدوا طريق تاني غير المسدود. بيوصلوا اخيرا لمكان الانفجار، وبعدين بينزل صاروخ على الملاح فبيموت، لكن ديفيز بيقرر يكمل، وبتكون بدلته اتخرمت واستنفذت كتير من الاكسجين، وبياخدوا ادوات الحفر وبيبداوا. بس ستايلز بتلاقي فيه صاروخ اتفعل وبينفجر فيها الصاروخ وبتموت هي كمان. اما ديفيز بيقول لويليامز انت الطيار، لازم تاخدي ميلز وترجعوا للارض، وانا هفضل هنا افجر الصواريخ لان ستايلز ماتت بجهاز التفجير، وكمان الاكسجين قرب يخلص. بس بتقول له ممكن نتشارك الاكسجين سوا، لكنه بيرفض وبيجبرها ترجع. فبترجع ويليامز للمركبه وبتشغلها مع ميلز، وبيبدا ديفيز يشغل الصواريخ. اخيرا بتنفجر الصواريخ وبيتحرك النيزك عن مساره، وبيفرح كل اللي في الارض. لكن بيزعل ريك لما بيعرف ان ديفيز مات لانه كان صديقه الوحيد. وبتسمع مراته وابنه رساله كان سايبها قبل ما يسافر، لكنهم بيقدروا ينقذوا الارض. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو للصفحه. دمتم في امان وسلام. سلام.